السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبابي اش اخباركم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحيحه مزيانه. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا جبت واحد الوصفه جديده اللي حضرتها. انا كنشارك معكم الاطباق اللي كنوجد انا. المهم هذه سيجار مالح بحجوه مالحه، صراحه زوين واقتصادي. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ما تنساوش من اللايك ديالكم، ما تنساوش تجربوه واشتركوا معايا في القناه. اللي باقي ما اشتركش مرحبا الف مرحبا، اشترك في القناه، نكبروا العائله مع بعضياتنا. نبداو على بركه الله. هنا عندي الدجاج مقطع، كان صدر، كان هكا اللحم الفتي ديال الفخيضات، كان بيبي. المهم اللي كان عندكم لا داند اللي كان اللي غيسول شنو هو بيبي. المهم هنا في التوابل درت شويه ديال المليحه، شويه ديال الزويته بلديه والروميه، كنخلطهم بلديه وروميه زعما زيت المائده وزيت البلديه راها باينه. درت شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال سكينجبير، خرقوم، درت عاود القزبر حبوب ومدقوق كيف كتشوفوا معايا، وضفت واحد شويه بحال نص معلقه صغيره ديال الربيع الخضر العادي. هنا من بعد ما تشحر ليا الدجاج ضفت واحد البصيله خضاريه وفلفله حمراء كيف كتشوفوا معايا، حتى هما غتخليهم حتى يتشحروا مزيان باش ما يبقاوش يبانوا. ضروري هكا ملي كيتشحروا يذوبوا. صافي غادي نبقى نشحر فيهم. من بعد ما غيتشحروا انا سلقت يد الشعريه الصينيه، درتها في الماء لمده ديال 10 دقائق حتى وجدات، وقطعتها هكا طريفات كيف ما غتشوفوا معايا. صافي غادي نبقى نشحر فيهم باش تدخل فيها هذيك الاقامه. غنزيد عليها شويه ديال المليحه، شويه ديال البزار وملون اصطناعي باش هكا تبقى يبقى اللون. صافي هانتوما كتشوفوا معايا في هاد الوقيته بقيت كنحرك، يعني ما زقيتش ما غفلتش عليها بزاف حقاش كلشي طايب. هانتوما غادي نضيف دابا التوابل. كيف كتشوفوا انا ضفت شويه ديال الملحه حقاش درت في الاول غير شويه على حساب الدجاج، شويه د المليحه، شويه ديال البزار، وغنضيف ملون اصطناعي على حساب اللون. الا بغيتو تستغناو عليه تقدروا تستغناو، يعني ما كاين فيه حتى مشكل. صافي غادي نبقى هكا كنشحر، ومن بعد غادي نزيد لاصوص بلونش اولا، غادي نضيفها حتى هي واحد الكميه صغيره تقريبا نص كاس، غير باش تعطيني ديك التعليكه. صافي صراحه كتجي في الطياب بنين والله. جربوا هاد الوصفه، راه كيف قلت لكم هاد السيجار جا غزال. ها هي وريتها لكم. صافي غادي تضيفوا حتى هي تقريبا جهد نص كاس، ما غاديش تفوتوه. من بعد ما تشحرات ضفتو وخليتها مع التحرك واحد شويه. صافي وطفيت عليها خليتها حتى بردات، وخديت الورق، الورقه اللي كتكون واجده، راه كتباع في المحلات كتكون واجده، غير هي الحاجه اللي ما عجبتنيش فيها انها بالزربه كتقطع. المهم عديت بها، خديتها هكا وصايبت بها هاد السيجار. هي الصراحه كتجي زوينه ولكن ما عجبتنيش، انا كنفضل الورقه الاخرى على حساب الورقه اللي كتكون كتصايب ديال البسطيله حسن. المهم هكا كيف كتشوفوا انا ضفت هذا الكريم وخليته مزيان شويه كيطبخ. صافي وغادي نطفي عليه عادي، سهله بسيطه تقدري تنوعي بها وصراحه اقتصاديه. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا ها هي خليتها حتى شربات. صافي راه جات معلقه متمازجه مع بعضياتها. هانتوما صافي انا حديت ومغزل، انا كان نوجد وفي نفس الوقت كان تعاود. المهم صافي غادي نصايبو السيجار عادي، وغنزيد عليه شويه ديال الفرماج هكا غير من الفوق، غير شويه اللي ما كاينش بلاش. يعني حتى هذيك الكريمه الا ما كانش متوفره عادي تقدروا تستغناو عليها، انا غير كانت وقلت نديرها. صافي غادي نستمر على هذا الشكل حتى نكمل الكميه اللي عندي، وغادي ندهن الطاوه بزويته. وما دهنتهم هما لا بيض لا حتى حاجه. صافي خليتها هكاك ودخلتها للفران، النار تكون مهيله وردوا معها البال حقاش بالزربه كتلهب، بالزربه كتفرتت. المهم تابعوا معايا هكا، راه سهله وسريعه وما غاديش تندموا عليها. نخليكم تكملوا الفيديو حتى الاخر، فانا غادي نمشي في هذه الوقيته. نلقاكم في فيديو جاي ان شاء الله. ما تنسوش تكتبوا لي الراي ديالكم وجربوا الوصفه وردوا عليا في لي كومونتير. شهيه طيبه.
وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما كملنا الكميه اللي راهي عندنا. صراحه كتخرج كميه لا باس بها، زوين اقتصادي. نتمنى تجربوا الوصفه، وما تنساونيش من اللايك ديالكم، لي كومونتير الزوينه ديالكم. نلقاكم في فيديو جاي بوصفه جديده ان شاء الله على قناتي وقناتكم. خليتكم على خير.